الدراما الفنية ديت، هل انت ككاتب هتشوفها ازاي خلال الفترة الجاية في عملك اللي جاي؟ هي البانوراما ديت كانت معظمها بيتكلم عن فترة الثورة، تمام؟ فكلها أعمال قيمة جدا وجميلة جدا، بس كانت بتتكلم على فترة واحدة بس، من 25 يناير لحد 11/2. تمام. طيب اوكي، دي كلها فترة مهمة في حياتنا، فاحنا عايزين نعديها بكل ايجابياتها وسلبياتها، عايزين نوصل لمرحلة بعد كده. ما انا من الثورة واقف، في بعد الثورة لازم ابني البلد دي. تمام. هبنيها باي اسلوب كان، النظام السياسي، النظام الادبي، النظام الاجتماعي، النظام طب الأخلاقي. انت ككاتب شايف ايه الصعوبات اللي بتواجه الشباب خلال الفترة اللي جاية؟ صعوبات في اي مجال، في كافة المجالات المتعددة. ما هو اهم مجال طبعا مجال العمل. ده اكتر حاجه بتقرق اي شاب، ان هو عايز يشتغل، مش بس يشتغل، عايز يشتغل بوظيفه محترمه، مرتب كويس. فدي اصعب مشكله ممكن تواجه اي شاب، لكن غير كده كلها حاجات في ايدينا احنا. طيب هل شايف ان في صعوبات بتخص الكتاب نفسهم؟ لا بالعكس، ده بعد الثوره كمان الموضوع بقى اسهل بكتير من بقى في حماس اكتر، وفي وظهرت حاجات كتيره جدا اكتر بكتير من قبل الثوره. فبالنسبه للكتابه لا مفيش، يعني عمليه تسويق العمل دلوقتي بقى كويسه جدا. امور اسهل بكتير، ان كله بقى عنده القارئ نفسه اتغير بقى، هو عايز يقرا وعايز يعرف. كويس. مصطفى، ايه السؤال اللي انت كنت عايز نساله وانا ما سالتوش في نهايه اللقاء؟ معرفش. تحب تقول ايه في نهايه اللقاء للشباب ولكل الساده المشاهدين؟ احب اقول يا رب كلنا نحافظ على مصر، كلنا نحاول نعمل اقصى حاجه عشان نبني البلد دي. بس لكن الكلام الكتير والشعارات الكتيره مش هتنفع غير الا بعمل، فلازم كلنا نعمل. طيب هم بلغوني ان احنا لسه معانا وقت، عايز اعرف دور الاسره معاك. دور الاسره هو يعني الحمد لله ربنا رزقني باسره فيها ميول فنيه، يعني اخويا 3 دي جرافيك، اختي معيده تربيه فنيه، فكلنا لنا الميول ديت. والدتي دايما بتشجعنا ان احنا يبقى مش بس دراسه، لازم يكون في حاجه جنب الدراسه، اي هوايه جنب الدراسه. تمام. كتابه، رسم، رياضه، اي حاجه. تمام. الوالد الله يرحمه كان دايما بيحب القرايه، فاحنا طبعا نحب القرايه احنا كمان. جميل. فكل ده كان حاجات بتاثر فينا. كلكم طبجيه. كلها طبجيه. لازم نكون متفقين. طب ايه رايك، بما انهم عمالين يلعبوني في الوقت والوقت خلص والوقت ما خلص، ناخد الفاصل معانا وبعد الفاصل نتواصل معاكم ان شاء الله. أوكي. الحلم مثل الورد يكبر، الحلم مثل الورد يكبر، والهلال يصبح قمر، والهلال يصبح قمر. ادخلي بيوت القصب واسقي أزهار الغضب، ادخلي بيوت القصب واسقي أزهار الغضب، وخبري دمعة بلادي إن ماسحها حضار، خبري دمعة بلادي إن ماسحها حضار. هلا هلا يا مطر انزلي وباقي الشجر، هلا هلا يا مطر انزلي وباقي الشجر. الحلم مثل الورد يكبر، الحلم مثل الورد يكبر، والهلال يصبح قمر، والهلال يصبح قمر. قطرة قطرة عالدروب غني لعطش القلوب، قطرة قطرة عالدروب.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وكمان قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك، قوم لنصري، نصر دين واجب عليك. من خلال الكاميرا بنقدر نوثق الحدث. هل الكاتب من خلال الكلمة يستطيع توثيق الحدث ولا لا؟ لو حس بالحدث مؤمن بيه كلامه هيوصل. تمام. لو بيكتب عشان بس عايز يكتب وعايز يبيع وعايز يتعرف محدش هيحسب. كويس. من هنا وانت بتشارك في الثورة، هل اللي بيشارك غير اللي بيتفرج فإحساسه بيبان في الكلمة بيكون مختلف؟ أكيد. واللي بيشارك إحساسه أعلى أكيد. إحساسه أعلى ليه؟ إنك تشوف الحدث نفسه غير ما تسمع عنه. إنك تشوف الشهداء قدامك غير ما تشوفه في التلفزيون. إنك تشيلهم بإيديك غير ما تسمع إن في كام شهيد. فأكيد الإحساس أعلى بكتير من النظر أكتر من السمع. إيه رأيك في الآراء اللي اتقالت عن ثورة مصر إنها ثورة تدرس في العالم كله؟ أكيد. ليه؟ هل فكرة إن إحنا نضفنا بعد ما قمنا بالثورة إحنا نضفنا ليه؟ هو الفكرة إحنا أوكي نضفنا، بس إيه الفكرة من إن إحنا نضفنا؟ إن إحنا فعلا عايزين البلد دي مش بس بنثور على نظام فاسد وخلاص يرحل وانتهى الموضوع. إحنا بنثور عشان بنحب البلد، عشان نحافظ عليها، عشان هنعمرها. كويس. فدي ما حصلتش في أي ثورة في العالم. تمام. فدي كانت حاجة مميزة جدا للثورة المصرية. تمام. والسلمية اللي كانت فيها. كويس. البداية بدأت من تونس. تمام. وبعد كده مصر انطلقت، والعديد من الدول العربية منطلقة دلوقتي. تمام. هل شايف ان كل ثورة في كل دولة بتختلف عن الأخرى ولا بيتشابه؟ بتختلف في نظام الحكم. يعني في دول فيها نظام ملكي، في دول كان طلبات الثورة مش رحيل النظام، كان مجرد عدالة اجتماعية، شوية رفاهيات زيادة. فالمطالب بتختلف من دولة لدولة، لكن واضح ان العامل المشترك هو ان السلطة او الحاكم قعد فترة طويلة في الحكم. كويس. ده العامل المشترك ما بين كل الثورات. كويس. والله هو هتلاقي الحاكم واللي تحت الحاكم والإداريين اللي بعد الحاكم، فانت قدامك شوية كده يعني. بس يعني ما انت أزلت الحاكم، فانت تستطيع ان تزيل من يتبع نفس اسلوب الحكم. تمام بالظبط. طيب شرفتنا يا مصطفى طبي. ربنا يخليك بجد، وانا سعيد ان في طبي معايا كمان. ربنا يخليك، انا اسعد. بس انت ضمطوه نحط الواو مش مشكله. بتمنى لك التوفيق وان شاء الله موفقكم من كتابات من احسن لاحسن، ومفيش تشبيه يبقى بدايه الانطلاق. باذن الله تعالى. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا مصطفى. شبابنا ومشاهدينا في كل مكان، اعتقد ان من خلال الاتصالات التليفونيه ومن خلال المشاركات المختلفه من خلال الجروب ومن خلال تواجد ضيوفي، احنا بنأكد ان مصر هتتقدم بشبابها، لان الشباب المصري اللي هم 60% من المجتمع المصري، اللي هم من 18 ل 35 سنه، اللي هم باكثر من 40 مليون نسمه، عندهم المقدره انه يحولوا مصر جنه. ما تنسوش مواعيد البرنامج، وما تنسوش ان احنا معاكم دايما في برنامجكم شباب على الهوا متواصلين. وبقول لكل ساده المشاهدين السلام عليكم.